وأنا لم أرى شخصا ناجحا في حياته إلا وكان له من بر الوالدين نصيب. الحمد لله وشكرا لله. يعني اليوم أنت سلوة حكينا حديرس. نعم. حدثني عن رضا الوالدين عنك. الحقيقة يعني الوالدين أبوي وأمي من نشأة ريفية، والريف يكونون يعني أكثر تمسك بأطفالهم. نعم. وأبنائهم يعني. نعم. والنشأة الريفية يفضلون أن يكون ذكر. نعم. وأنا أكبر أخوتي وذكرا، فكنت مدلل عند أبوي وأمي يعني. ويعني حبوني كما إخواني وأخواتي بالمودة والحب. ويعني فينا روح الوالد حتى توفى شابا يعني. أنا نعم. أكبر من أبوي حاليا يعني. حاليا. أي توفى يعني وهو يعمل بجد ليلا ونهار يعني عمليا. نعم. يعني عمليا على مود حتى يعني يكمل متطلباتنا، واحنا 10 أبناء يعني. فقدم يعني صحته وجهده في سبيل يرضي والأم أمي يعني وما أدراك ما أمي، ككل أمهات العراقيين الله يرحمها، تتميز بهذه العصابة الجميلة الراقية التي أجد بها كل شيء. يعني أشتهي مثلا حامض حلواية أجدها في عصابتهم. أشتهي هيلاية من كبرت أجدها في عصابتهم. إذا يردون يخيطون دقمة ما شنو ماكو إبرة تقول تعالوا يوم هاي أنت تصدق حتى براسي تول موجودة في العصابة. فحقيقة يعني مهما أتحدث عنهم ما أقدر يعني أرد الجميل لما تعبوا ويانا يعني، وياي بالذات يعني. وسبحان الله يعني هو من صرت أب أني يعني قمت أقلد أبوي وأمي ب يعني حناني وحنيتي على أولادي وبناتي يعني. فأعتقد يعني وصلت إلى مرحلة أنه 60-70% من أبوي وأمي الله يرحمه. هديرس